هموت وافهم طيب ليه كل ده ما كانش موجود في مصر. على حد علمي حضرتك قلت في فيديو قبل كده انك خريج سياحه وفنادق تقريبا، ليه ما جبتش مجموع اعلى في ثانويه عامه ودخلت كليه احسن من الاول؟ انت بتتكلمي على الفيديو بتاع الجي بي اي ان انا هنا متفوق في امريكا. بص يا ستي، انا نفس الشخص بنفس التفكير بنفس مستوى الذكاء بنفس الشغل اللي كنت بشتغله ونفس المجهود اللي كنت بحطه في الدراسه. العامل الوحيد اللي اتغير في الحاجات دي كلها هو البلد اللي بدرس فيها او سيستم الدراسه اللي بدرس فيه. انا كنت بدرس في سيستم الدراسه المصري، السيستم ده معمول عشان يفشلك مش عشان ينجحك. السيستم ده معمول عشان يخليك لو انت ذكي يخليك غبي، عشان ما تعملش اي حاجه في دماغك غير ان انت تحفظ. السيستم معمول عشان يخليك تحفظ ويطلعك نسخه من اي حد تاني موجود في البلد. انا ما عرفتش اتاقلم في ده، فجبت مش فاكر 86 89 في ثانويه عامه، وفاكر ان هندسه خدت 91%، وانا ما كانش معايا فلوس ادخل هندسه خاص، فاضطريت ادخل اي كليه هتيجي قدامي عشان اخلص بسرعه واطلع واسافر وامشي. فده اللي حصل في قصه حياتي. الفرق الوحيد اللي اتغير هو سيستم التعليم والبلد. فانا في سيستم التعليم الصح في البلد الصح اللي ادتني فرصه نجحت وبقيت شخص ناجح. فمش دايما العيب فيك، مش دايما العيب عليك. انت ساعات بتعمل كل اللي عليك ولكن ما بيحالفكش الحظ، وبتكون الظروف كلها ضدك بسبب السراوندنجز او الحاجات المحيطه بيك. والحاجات اللي كانت محيطه بيا هو سيستم التعليم في مصر وهو البلد في مصر. فانا طلعت زي اي حد في مصر، ولكن لما انا ابقى شخص عادي، وده على فكره المفروض يبقى حافز مش حاجه تضايقك، المفروض دي حاجه تبقى حافز ان شخص كان عادي في مصر بقى ناجح في امريكا، فده معناه ان انت عندك فرصه. هو الشخص ما كانش فز، انا ما كنتش احمد زويل لما كنت في مصر، انا كنت شخص عادي جدا ولما جيت امريكا نجحت. فده يدي دافع وامل لاي حد موجود في مصر ان في فرصه تنجح وتعمل حاجه لمجرد ان انت تغير حياتك وتبتدي تفكر باسلوب تاني وتطلع لمكان مختلف. فاتمنى لك التوفيق لو انت بتسالي بسلامه نيه، واتمنى ان انت تكوني بتسالي بسلامه نيه. اتمنى لك التوفيق طبعا، وربنا يفك طبعا الدنيا على كل الناس، وكل سنه وانتم طيبين.